السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم انا النهاردة معاكم حلقة جديدة ان شاء الله على عملية زراعة الشعر الطبيعي. معلش يا جماعة. الايام اللي فاتت دي والله انا كان عندي، انتوا عارفين طبعا ان احنا داخلين على سنة جديدة 2023. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وهنا، والسنة اللي جاية دي تكون علينا كلنا بخير وبيمن وبركات بإذن الله. واللي ما حققش حاجة السنة اللي فاتت اللي احنا فيها دي ال 22 ان شاء الله يحقق السنة اللي جاية بإذن الله. طيب انا النهاردة كان عندي، انا بس ليا عتاب عليكم بسيط كده، ان كل اللي بيشوف الفيديوهات يا جدعان ما بيعمليش اشتراك في القناة وما بيفعلش الجرس، مع انه بيستفاد مني. يعني هو استفدت او ما استفدتش، يعني دوس اشتراك يا عم، مش هتخسر حاجة يعني، وانا معاكم مفيش مشكلة. لا اكيد طبعا انا ما بيهمنيش والله اشتراك في القناة او ما تشتركش في القناة، اهم حاجة ان انت تكون مستفاد مني، وان انت تكون مبسوط بالمحتوى اللي انا بقدمه وبتلاقي فعلا حاجات كويسة جدا وبتلاقي حاجات تفيدك. ده اهم حاجة عندي من اي اشتراك ولا من اي حاجة او لايك او اي حاجة، كفاية ان انت بتتفرج عليا، دي بس شرف فوق دماغي والله العظيم. تمام. طيب النهارده هنتكلم عن ايه يا جماعة؟ على الاسئلة اللي انتوا سألتوها. كان عندي كذا سؤال بيقول ان زراعة الشعر الطبيعي بعد فترة الشعر بيبدأ يقع تاني. طيب انا عايز اقولك يا عم ان مفيش حاجة اسمها الكلام ده. ما ينفعش ان انت خطفت من المنطقة بتاعة اللي هي اللي ورا ديت وحطيت في المنطقة اللي قدام ديت اللي احنا حطينا فيها الزراعة، ما ينفعش تيجي بعد عمر طويل ويقع تاني. ممكن اللي يقع اللي هو الشعر اللي هو اللي في التاج، اللي هو الشعر اللي حوالين التاج اللي انت اصلا ما جيتش جنبه، او حتى ما عملتش فيه زراعة ولا اي حاجة، ده ممكن يقع. بس لو زرعته مش هيقع تاني خلاص ومفيش اي حاجة. طيب بالنسبة للمنطقة الأمامية، طبعا احنا قلنا شعرية بتسند الشعرية الجديدة، بتسند الشعرية القديمة. الجديدة عمرها ما هتقع يا جماعة، لأن فعلا أنا دلوقتي بلحق صلعي. أنا عايز برضو أسألكم على حاجة، إن أنت كل ما حد يشوفك مثلا أنت عندك 25 سنة 24 سنة يقولك ايه ده يا ابني انت شعرك خف، ما تروح تلحق نفسك. هو قصده ايه ما تروح تلحق نفسك؟ او احنا قصدنا ايه؟ روح يا ابني الحق نفسك. الحق نفسك بايه؟ عالج شعرك، حط له اي حاجه تعالجه ما تمنع التساقط مش عارف ايه. واحنا متفقين ان مفيش حاجه بتمنع التساقط غير زراعه الشعر الطبيعي. تمام. طيب هو بيقول لنا ليه الحق نفسك؟ الحق نفسك عشان خلاص ما تقرعش. فاحنا بنكبر في السن، مع احترامي كل الناس، انت والدك او خالك او عمك بيقرع من الحتة دي خالص، شعره بيقع ويبدأ والحتتين دول بيفضلوا زي ما هما. ليه؟ ل70 و80 سنة. لأن الحتتين دول مش معرضين للصلع، اللي هما الحتت اللي ورا دي مش معرضة للصلع خالص نهائي. تمام. فبتفضل طول العمر زي ما هي، حتى تشوفوا أبهاتنا كل ده أقرع معاه، ده الحتت دي هي اللي بتفضل طول العمر. فاحنا بنعمل ايه؟ بياخدوا من الحتت دي يزرعوا لك في الحتت اللي كانت فاضية عندك ديت، وبتبدأ ان انت تبقى بشعر تاني ومفيش اي مشكلة معاك طبعا، زي ما احنا قلنا كذا مرة. طيب الأسئلة التانية اللي احنا بنجاوب عليها، هل يعني جاي سؤال هل زراعة الشعر يعني تنفع للنساء؟ اه تنفع للنساء، لأن النساء بيبقى عندهم الخط زي ما هو وفوق كله خفيف. الخط بيبقى متحدد متحدد كده ولغاية هنا وكده وكده وكده، وفوق في النص كده كله بيبقى خفيف. فممكن يبقى في حاجة اسمها زرع وتكسير، دي ما فيهاش مشكلة، وتنفع طبعا للسيدات اللي هم عندهم صلع وراثي او صلع ثعلبة او اي حاجة. واتعالجت ما ينفعش ان هي تتعالج، هتتعالج ان شاء الله بزراعة الشعر الطبيعي. كان عندنا كذا سؤال بس والله انا مش متذكر منهم حاجة. طبعا انا بشكر كل الناس اللي تابعتني ودخلت سألتني على الواتساب، على الرقم اللي انا سايبه لكم، بسيبه لكم في كل فيديو. بصوا يا جدعان، انا ان شاء الله باذن الله اللي حابب يخضع لعملية زراعة الشعر وعايزني اساعده،
او يقول لي مثلا رأيك ايه يا احمد في المركز اللي انا عايز ازرع فيه دوت، طب هل ترشح لي ده او ده. انا عن نفسي انا ماليش اي علاقة باي مراكز، انا ليا علاقة بالمراكز اللي انا آه اللي انا واثق فيه، المركز اللي انا واثق فيه جدا ومع الناس اللي انا واثق فيهم، فببعتك عليهم بناء عليه. الحالات اللي انا ببعتهم بناء على الحالات اللي انا شفتهم وحالتي انا شخصيا، تمام. ده بناء عليه طبعا انا ببعتك للناس واثق فيها، مش ببعتك لاي حد وخلاص. وانت وذوقك، انا بقول الاولوية بتبقى لك. لو انت راجل مقتدر ومعاك فلوس كتير قوي قوي قوي، سافر بره. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع طبعا. سافر اعملها في لبنان، في تركيا، مش عارف ايه الكلام ده. عايز انا الحمد لله خدت النتيجة بتاعت لبنان وتركيا هنا في مصر. عايزني اساعدك في الموضوع، انا تحت امرك ومن غير اي مقدمات ولا مقدمات مالية ولا اي حاجة. كفاية ان انت تقولي ربنا يكرمك في حياتك وانا برضو متابع معاكم موضوع الوصفات والوصفات السحرية ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا ما بقتنعش بيه، وعملت حلقة على كده، الحلقة اللي فاتت كانت على كده. فانا ما بقتنعش بيه، تمام. انا ما بقتنعش بالكلام ده. انا بقتنع ان اللي قدامي خلاص، انت عملت الوصفات، انت قلت وصفات سحرية ووصفات مش عارف ايه، خلاص يا عم حطها على دماغك عشان خاطر يبقى في مصداقية. ما عملش كده يبقى ما تصدقوش اي حد، والناس يا عيني بتتعلق بأشياء. كان عندي كذا سؤال بيقول ان هو المرضى اللي لا يصلح ليهم عملية زراعة الشعر الطبيعي. ايه المرضى اللي لا يصلح ليهم عملية زراعة الشعر الطبيعي؟ هقول لك مرضى السكر طبعا. السكر مش السكر اللي هو العشوائي، لا السكر التراكمي، تمام. مرضى الكبد والكلى، بياخدوا براجراف وبياخدوا أدوية للكلى والكبد، تمام. ومرضى الإيدز، لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا يبعدنا ويبعد عنكم كل مرض إن شاء الله. ومرضى القلب المفتوح والمقفول، ده ما بيبقاش ينفع عليه زراعة شعر طبيعي. ولو عنده فيروس في الدم، طبعا أنا أعرف فنانين معظمه يعني ناس كانت عايزة آه، تزرع شعر فما نفعلهاش عشان عندها مرض في الدم، منفعش ان هم يزرعوا، وناس مشهورة جدا يعني. فما منفعش، فربنا يوفقهم في حياتهم. طبعا دي الامراض اللي احنا التكلفة يا سيدي مش هتكل يعني ارخص من ان انت تروح تشتري ايفون 12 او 12 برو ماكس او 13 برو ماكس. انا ما اعرفش الحاجات دي، انا عندي تليفون اوبو والله بصور بيه وعادي جدا بطبيعتي خالص، مفيش اي حاجه يعني. الحمد لله. انا ربنا يسترها مع الجميع ويرزقنا ويرزقكم ان شاء الله باذن الله. فانا عايز اقول لكم ان طبعا هتبقى مش بالغلو اللي انت متخيله 40 و50 الف جنيه، الا اذا كانت في دبي او في تركيا او في لبنان. حاجة تاني، هنا جوه مصر ان شاء الله مش هتكمل مش مش هتعمل كل الكلام ده كله. ان شاء الله هتبقى ارخص من ان انت تروح تشتري تليفون ايفون يعني. فانت ما تقلقش، وان شاء الله انا معاك في اي حاجة. لو طلبت مساعدتي بعون الله هساعدك ولو انت رحت زرعت بره او رحت زرعت في مركز تاني انت عارفه وجيت قلت لي يا احمد انا عايز اعمل متابعة وعايز اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي، ان شاء الله انا برضه هساعدك باذن الله. واخليك وهحاول ان انا اساعدك في الكورسات والحقن البي ار بي الالماني. دي مهمة جدا بالنسبة لي انا. قلت كذا مرة الحقن البي ار بي بتبقى مهمة جدا. الألماني اللي هي الأصلية دي مهمة جدا 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 بعد الزراعة. بالنسبة للكريمات والبلسم والحاجات دي كلها أنا بستخدم كل حاجة. أنا بعد السنة يا باشا استخدم اللي أنا عايزه. أنا بعد 6 شهور حطيت كريم وعملت استشوار وبلمز والدنيا كله تمام، كله مفيش اي حاجه. بس اهم حاجه تكون عمليتك ناجحه، تكون ما يبقاش فيه اعاده، تكون الدنيا معاك تمام، تبص في المرايه وانت راضي ومرتاح. ده بالنسبه لي اهم حاجه. وانا معاكم، وطبعا هسيب لكم رقمي تابعوني اللي عايز يستفسر عن اي حاجه. المقبل على العمليه يا جماعه ومش عارف يروح يعملها فين، يجي لعبد الله هساعده احسن مساعده واخليك يا باشا في قمه سعادتك ان شاء الله باذن الله. لما تلاقي النتائج معاك
زي الفل، وتلاقي النتائج معاك بدأت تظهر عليك وانت مبسوط من جوه مرتاح. ده اللي يهمني، ما يهمنيش اي حاجة تاني، وان انت تقول ربنا يكرمك في حياتك. نتقابل في حلقة جديدة، والحلقة الجاية ان شاء الله. بس انا الاقي بس يعني ايه، في حماس كده، الاقي الناس عمالة تشترك في القناة، والاقي القناة ان شاء الله بتكبر وبتاع، الاقي الدنيا دي. فانا بقى نشوف بقى الناس اللي عمالة تعمل وصفات على اليوتيوب والكلام ده، وانا قاعد لهم مش هحلهم، لان الكلام ده كله كذب وبيوقع على الشعر اصلا. فانا مش عايزكم تتسوحوا، مش عايزكم تخشوا في سكة مش هتجيب نتيجة وتدفعوا فلوس ومصاريف، كل ده على الفاضي. اقسم بالله كل ده على الفاضي. انا يابا انا قاعد معاك اهو بطبيعتي، والدنيا زي الفل وتمام، ولا بجيب بقى مونتاج ولا بجيب الدنيا. انا معاك اهو يا باشا بطبيعتي، وبطلع معاك بقول لك الناس دي يا باشا كدابة. ما تسمعش كلامها، عشان الناس دي كدابة. الناس دي كل همها الريتش والفلوس والكلام ده والمنتجات، وشكرا صباح الفل. وانت طز فيك، اقسم بالله وانت طز فيك. لكن انا الحمد لله، انا اول حاجه ابص ليها ربنا سبحانه وتعالى، والقرش اللي داخل لي لازم يكون داخل لي حقي، مش حاجه مش من حقي، وحاجه مش بالكذب والخداع والكلام ده كله. فانت خليك، ربنا يا رب يستر علينا وعليكم، ويرزقكم ويرزقني ان شاء الله. واهم حاجه يا جدعان حمسوني ان شاء الله، عشان خاطر نبقى دايما مع بعض، ودايما ايد واحده، وان شاء الله نعمل لكم حاجه جميله جدا ترضوا بيها وتبقوا مبسوطين بيها. اشوفكم في حلقه جديده، اخوكم احمد ميدو، حبايبي.